هو القدماء المصريين كان عندهم جراحة؟ أنا سهيلة عمر وده برنامج سر جدي. أكيد المصري القديم عرف الجراحة وتميز فيها من آلاف السنين، وكمان كان عنده تخصصات. فمثلا كان في جراحين للعيون وللأسنان وللقلب، وكمان جراحين للنساء. المصري اكتشف 11 طريقة للتوليد غير التوليد الطبيعي لو حصل مشكلة أو تعثر. غير كمان إن المصريين هم اللي اخترعوا كرسي الولادة من حوالي 1500 سنة، وده الكرسي اللي لسه لحد دلوقتي بتستخدمه كل الدول الأوروبية. ده غير كمان إن الجراحين هم اللي قاموا بعمليات الختان للذكور، وكانت مصورة على كتير جدا من الجداريات وموجودة في البرديات، ولكن لم يستدل أبدا على عمليات ختان للإناث. وده كان دليل على تطور التشريح والتطور الفكري والتحضر عند المصري القديم، وده للأسف ما تم طمسه بسبب غزوه من شعوب مختلفة. ومن الجدير بالذكر إن أول جراحة في المخ كانت من حوالي 2000 سنة، كانت عملية بسبب التربنة. تم الكشف عن الجمجمة الأثرية وهي محفوظة بالمتحف البريطاني حاليا. وفي كمان حالات كتيرة جدا لعمليات التربنة، لكن للأسف أغلبها مش موجود في المتاحف. طيب دلوقتي عشان واحد يعمل عملية لازم يتخدر. طب هم كانوا بيخدروا ازاي؟ هل كانوا بيضربوا الناس على دماغها زي العصور الوسطى كده في أوروبا؟ أكيد لا. المصري القديم كان عنده طريقتين للتخدير. الطريقة الأولى كانت الطريقة البسيطة، وهو عن طريق إن هو كان بيطحن الرخام مع الخل، وكان بيستخدمه للعمليات الموضوعية البسيطة. وكان في طريقة تانية، وهي كان إن هو كان بياخد مستخلص من زهرة الخشخاش ويبدأ إن هو يخدر بيها. طبعا الزهرة دي كان بيستخرج منها مادة يعني شبيهة بالمخدرات، هي بس كانت بتستخدم في الطب. وكمان كانوا احيانا بيستخدموا الخمور اللي تركيزها عالي. ده غير ادوات الجراحه اللي احنا لحد دلوقتي بنستخدمها هي تقريبا. اما عن الادوات المستخدمه في الجراحه فاتوجد عدد من الادوات الخاصه مرسومه في معبد كومومبو، وهي زي الادوات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. يعني مثلا كان عندهم السكينه وهي كان اسمها ساش، المشرط هميم، الملقاط هينو، وكانوا كمان بيعملوا الخيوط الجراحيه من امعاء القطط، وكانوا بيستخدموا قطع من الكتان والفتيل والحشو وخيوط من الصوف عشان تساعدهم في العمليات الجراحيه. وطبعا كل ده مش غريب، لان مصر هي ام الحضاره وام العلوم، هي بس مش مباني ضخمه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. كانت معاكم سهيلة عمر من برنامجكم سر جدي.